لو في مرة كنت ماشي ولقيت شنطة سفر قديمة بحذرك اللي انت عمرك ما تفتحها وبلغ الشرطة فورا، لأن جريمة النهاردة مرعبة وبشعة لأقصى الحدود. فلو انت قلبك ضعيف ما تكملش معاه الفيديو. بس قبل ما نبدأ يا صديقي حط لنا لايك واشتراك وحضر مشروبك المفضل وطفي النور، ونقول كلنا في نفس واحد: بسم الله. فلنبدأ. قصتنا بتبتدي يا صديقي في شهر إبريل من عام 2024، لما الشرطة عثرت على جثة عالم أحياء جزيئي إيطالي وكان اسمه أليساندرو كوتي، وكان متقطع بطريقة بشعة داخل شنطة سفر في سانتا مارتا في كولومبيا. القصة دي يا صديقي مش قصة عادية، ده قصة مرتبطة بتجارة أعضاء ومخدرات وعصابات وبتطبيق مواعدة، بالعامية كده تطبيق تعارف ودردشة. في البداية كده يا صديقي خليني أعرفك على ضحية النهاردة واللي كان اسمه أليساندرو كوتي. هو عالم أحياء إيطالي وكان عنده 42 سنة، كان شغال في لندن للجمعية الملكية لعلم الأحياء، وكان مسافر لأمريكا الجنوبية بعد ما ساب شغله للتطوع في الإكوادور. وصل يا صديقي أليساندرو كوتي إلى سانتا مارتا، وهي بلدة ساحلية سياحية على ساحل كولومبيا. وبعد يومين يا صديقي في 3 إبريل من عام 2024 اتبلغ باختفائه. وفي 6 إبريل من عام 2024 شوية أطفال كانوا بيلعبوا على الشط، فلقوا شنطة سفر سودا وجواها رأس بشرية وإيد ورجلين لشخص مجهول. ولما الشرطة يا صديقي جت حققت في الموضوع عرفت هويته من خلال أسورة المعصم اللي كانت معاه بتاع الفندق، وكان منظر فظيع ساعتها. والشرطة يا صديقي لقت برضه أجزاء من جسمه زي جذعه موجود في شنطة قمامة وعايم في نهر منزنرس على بعد أميال. وأكدت الشرطة الكولومبية يا صديقي إنها جريمة قتل، وعرض رئيس البلدية ساعتها مبلغ 12,000 دولار على أي حد يعرف أي معلومات عن القتلة، لكن ما تمش القبض على أي حد. وبتعتقد الشرطة يا صديقي إن أليساندرو كوتي استدرج للموت عبر تطبيق جريندر للتعارف. ووفقا لصحيفة لافوكا دي نيويورك بتعتقد إن العصابة استخدمت حساب مزيف تستدرج بيه الضحية للقاء وهمي، وبعدها خدرته بمادة اسمها سكوبولامين المعروفة باسم نفس الشيطان، وهي مادة مخدرة جدا. وبعدها قتلوه وقطعوه الأشلاء، وهي طريقة ممنهجة وكأن العصابة عارفة هي بتعمل ايه كويس. سانتا مارتا يا صديقي هي وجهة سياحية شهيرة لكن لها وجه مظلم، وذكرت صحيفة أسوشيتد بريس إن المدينة شهدت 194 جريمة قتل في 2024. وقالت ناشطة محلية اسمها نورما فيرا سالازار لصحيفة ديلي ميل بوقوع 13 حالة قتل وتقطيع مشابهة في نفس السنة دي. وبعض التقارير يا صديقي زي صحيفة الاندبندنت بتقول إن الشرطة بتحقق إذا كانت القضية دي مرتبطة بتجارة الأعضاء ولا لأ، لكن دي مجرد فرضيات بس. وفي الجانب الآخر يا صديقي بنشوف عائلة أليساندرو كوتي في حالة ذعر وخوف، وبتعتقد إن ابنهم استهدف لأجل أعضائه. وآخر مرة شافوا أليساندرو كوتي وهو بيغادر الفندق لقضاء ليلة في الخارج. وصرح أحد موظفي الفندق لصحيفة التيمو الكولومبية إن الضحية كان بيسأل عن زيارة قرية مينكا القريبة لإجراء بحث، لكن مفيش حد يعرف هو قابل مين وإيه اللي حصل بعد كده. والمحققين الإيطاليين يا صديقي كانوا عمالين يحققوا في كولومبيا مع الشرطة المحلية، لكن مسار التحقيق كان ماشي بطيء وصعب استخدام تطبيق جريندر لأن الملفات المزيفة اللي كانت فيه من الصعب تتبعها. إن مخدر سكوبولامين ما بيتركش أي أثر وراه، وفي نظرية بتقول إن العمل ده كان مدبر له، إن شخص يتقتل ويتقطع بالطريقة البشعة دي أكيد كان مدبر له. وإزاي ما تعرفش أي حد من القتلة مع وجود مكافأة 12,000 دولار اللي يدل على القاتل. ولحد هنا مفيش حد اتقبض عليه، ولكني بعد بحث طويل وعميق لقيت خبر نازل يوم 23 يونيو عام 2025 قريب يعني، باعتقال 4 أشخاص استدرجوا عالم أحياء إيطالي وقتلوه. وكانوا ال4 أشخاص دول منهم 3 رجالة وواحدة ست. وبتقول الشرطة إن المشتبه بهم استدرجوا العالم في لقاء وهمي عبر تطبيق مواعدة بهدف سرقته، لكنها انتهت بجريمة بشعة. وجت الاعتقالات يا صديقي يوم الأحد بعد أشهر من التحليلات الجنائية والتتبع الرقمي، وترتب للقاء ده في تطبيق المواعدة. لكن الأدلة الرقمية كانت محورية في التحقيق، ومن خلال البيانات المستخرجة من تليفون الضحية واللابتوب بتاعه وسجلات الدردشة ساعدت السلطات في تتبع ساعاته الأخيرة.
وقادتهم المعلومات دي يا صديقي الأفراد المحتجزين حاليا، لكن الشرطة بتسعى جاهدة في تحديد ما إذا كان في حد متورط تاني في القضية دي تاني ولا لأ. وبس كده يا صديقي قصتنا انتهت. مصادر القصة هتلاقيها تحت في الوصف. أتمنى تكون قصة النهاردة عجبتك. حط لنا لايك واشتراك واستناني فيديو جديد. سلام.